اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. تعالوا لما نجهز مع بعض سفرة رمضانية خطيرة وفيها أصناف كتير جديدة وهتعجبكم إن شاء الله. أول حاجة ابتديت بيها إن أنا عملت محلول النقع للبطة. جبت شوية من المية وعليها معلقتين كبار من الملح ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الدقيق وشرايح كده من الليمون. وجبت واحدة وعصرتها ونزلت برضو بالقشر وقلبتهم كويس. ونجيب بقى البطة، انا معايا هنا البطة صغيرة مش حجمها كبير يعني، فمش هتاخد معانا اي وقت. بجيبها وبديها بس شرايح كده من عند الصدر بحيث ان شكلها يطلع حلو وفي نفس الوقت تشرب التتبيلة بسرعة. انا هنا هعملها بطريقتين، هعملها بالكيس الحراري في الفرن وبس. انا محتاجة مرقة فهعملها شوية كده بس، حوالي ساعة او اقل في الشوربة. وبعد كده هعمل لها بقى التتبيلة وادخلها الفرن في الكيس الحراري. بصوا، محلول النقع ده اقل حاجة تفضل فيه ساعة. كل ما بتفضل في محلول النقع كل ما لحمها بيطرى وبيشيل منها اي زفارة نهائي. فانا هنا بفضل بس ادلك فيها شوية كده بمحلول النقع. وهنا سبتها حوالي ساعة ونص، يعني ده اكتر وقت ان انا قدرت اسيبه فيها. وبعد كده بنجيب بصلتين كبار ومقطعهم على ايدي، اهم حاجة مينفعش في الكبة. وبعد كده معلقتين كبار من الزبيب ومعلقة كبيرة من السبع بهارات ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من الملح وشوية كده من الورق اللوري. وبفضل افرك فيهم كويس جدا لحد شايفين لما تنزل معايا مية كده. كده بتبقى طعمها احلى وبتبقى متشربة كده وطعمها حلو. بنحشي بقى بيها البطة. افضلي بقى احشيها كلها وبعدين اعملي فيها مساج بحيث ان البصل يتشرب كده مع البطه. لو وصلت بقى لحد هنا تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، وتعملي شير لاصحابك لو عجبك الفيديو، واكتبي لي كومنت حلو برايك. افضلي بقى دلكي فيها والفتحات دي بقى دخلي بينها كده البصل برضو بحيث ان هي تتبل كلها. وبعد كده بقى كتفيها، هي مش هتبقى صعبه في التكتيف لان هي صغيره. وفي المرحله دي انا كنت سايبه ميه على النار، واول ما بتغلي بنزل فيها بالميه وبنزل بقى بمطيبات الشوربه. ببصلايه وواحده من الطماطم وشويه من اللوري وحبه واتنين مستكه وحبهان وسنه بس كده من الفلفل الاسود عشان الزفاره وكده خلاص. بفضل سايبه الغطا مكشوف، واول بقى لما لو لقيت اي ريم او كده عشان بس تشيل الزفاره، وبعد كده بقوم مغطياها وبسيبها بقى على راحتها. وتاني حاجه بقى ابتديت بيها ان انا اعمل الخشاف ده. كل ما بيفضل كل ما بيبقى طعمه احلى، فانا حبيت ان انا اعمله قبل ما ادخل بقى في بقيه الوصفات وابقى مش فاضيه. فهنا بقى بفضل اكسره، بس انا قبل ما بكسره بحطه شويه في التلاجة او في الفريزر عشان يبقى سهل معاكي في التكسير ما يبقاش صعب. فهنا انا بكسرهم كلهم مره واحده، بحس ان الطريقه دي اسهل وبفضل انقي بقى فيهم النوى وبس كده بيبقى سهل يعني مش بياخد اي وقت. وبعدين بحطه بقى في حاجه وبفضل اكسر كل الكميه. وبعد كده باخده بقى على الحنفيه وبشطفه كويس جدا. يعني انا بفضل اشطف فيه مره واتنين وتلاته. ما بطمنش غير كده. افضلي اشطفي بقى فيه شويه كتير يعني، حبه حلوين كده لما تحسي ان هو خلاص نضف كده وما عادش فيه اي حاجه. وبعد كده بقى تعالى ما نكمل هنحط عليه ايه تاني. ده تين مجفف، بجيبه وبقطعه، يعني ما تسيبهوش كبير لان لسه لما يتحط في الميه حجمه هيتضاعف. فقطعيه كده مكعبات صغيره وانزلي بيه برضو. وبعد كده جبت معلقتين كبار من الزبيب ونزلت بيهم برضو. انا بحب بالطريقه دي، ما بحبش اضيف عليه اي حاجه تاني. ده معلقتين من الجوز وعليهم معلقتين كبار من الزبيب وحوالي نص معلقه كده، نص كوبايه من السكر وظرف من الفانيليا. الحاجات التانية دي بقى مش بحبها عليه، انا بحبش غير كده بس. وبنزل بقى بالميه لحد لما تملاه خالص. وبعد كده بقى اديله تقليبه ونشيله بقى في التلاجة لوقت الفطار. صدقوني كل ما بيفضل في التلاجة كل ما بيبقى احلى. فانت اول ما ابتدي بيه. يعني انا عملت البطة ودي تاني حاجة عشان دي حاجة كده وخلصت منها. غطيه بقى ونشيله بقى في التلاجة.
وتعالوا لما نعمل برضو الكنافة. احنا كده اصلا كنت انا بادئه بدري يعني، فكان لسه معايا الوقت. انا هنا حطيت الكنافة دي شوية في الفريزر. بس ما حبيتش بقى ان انا اضربها في الكبة، انا مش عايزاها تبقى ناعمة خالص، انا بحب افتفتها بس، اللي هو افكفكها بس. واي حاجة كده جامدة معايا بشيلها، وكده خلاص بيبقى جاهز معايا. افضلي بقى ايه، ما تضغطيش عليها قوي عشان ما تبقاش احنا مش عايزينها بودرة. فهنا بقى هجيب معايا نص كيلو، هوزن معايا اتاكد بس ان ده نص كيلو من الكنافه. وهنا نص كيلو الكنافه اخد معايا 30 جرام من الزبده و30 جرام من السمنه ومعلقتين كبار من الزيت. بحب اعمل الميكس ده، بحسه بيبقى خفيف وبيبقى طعمه احلى. حابه تعمليها بالزبده بس عادي، حابه تعمليها بالسمنه بس برضو عادي، بس مينفعش تعمليها بالزيت. لما تعمليها بالزيت يعني مش هيبقى طعمها احسن حاجه، بس هتبقى شغاله يعني، بس طعمها مش هيبقى احلى حاجه. هنا بقى جبت 60 جرام وهسيحها في الميكروويف. وتعالى ما نكمل باقي الوصفات التانية. هنا بقى نزلت بمعلقتين كبار من اللبن البودر، وما بنصحكش ان انت تنزلي بالسكر عشان ايه، متبقاش معاكي ناشفه، يعني هي هنا تبقى معاكي طريه وفي نفس الوقت بتقرمش. فنصيحتي ليكي يعني ما تضيفيش عليها سكر. وبعد كده بفضل بقى ايه افرك فيها، افضلي بقى افركي فيها كويس جدا لما تتاكدي ان كل الكنافه اتشربت من السمنه اللي احنا مجهزينها. كده خلاص بتبقى جاهزه معايا، ننزل بقى في صينيات. في المرحله دي بقى حابه تدخليها في الفرن وتقلبيها كل شويه، حطيها في الفرن. حابه تحطيها على النار وفي نفس الوقت ما تشيليش ايدك من عليها، يعني هي مش بتاخد وقت اصلا. يعني انا بفضل يعني طول ما انا واقفه بقلب فيها، ما بعرفش اسيبها وابعد، عشان لو بعدت اصلا ممكن تتحرق منك وما تبقاش حلوه. فانت خليكي واقفه جنبها وكل شويه شايفين مش بتاخد اي وقت خالص، كل شويه بديلها تقليبه ومش بتاخد معايا اي وقت نهائي. انا بحس ان اسهل ان انا اعملها على النار فوق، لو حابه تحطها في الفرن واسهل ليكي، انت شايفه بقى الاسهل ليكي اعمليه. تعالى نعمل المحلول. كوبايه ونص من السكر وعليها كوبايه من الميه وعصره نص ليمونه. وبصوا انا مش بحط معلقه خالص في الشربات خالص، يعني كل ده برفعه على النار ومش بحط عليه اي سكر. وهنا بحب الكنافه تبقى دافيه، يعني مش سخنه لا دافيه، والمحلول دافي، بتبقى مظبوطه يعني لا ناشفه ولا طريه. حطيته بقى على النار، واول ما يغلي بهدي عليه النار وبسيبه 5 دقايق. بعد كده بننزل عليه بالفانيليا. وتعالوا هنا بقى لما نجهز الجناش بالشوكولاتة. نزلت بمعلقة كبيرة من الكريمة اللباني، وعليها حوالي ربع كوباية كده من الكريم شانتيه، معلقة من الكريم شانتيه على معلقتين من المية. او ممكن تعملها معلقتين من اللبن وتحطها في الميكرويف 30 ثانية. هنا بقى خلاص كانت الشربات خلص، فحطيت عليه رشة من الفانيليا وقفلت عليه. تعالى لما نعمل بقى التتبيلة بتاع البط. جبت معلقة كبيرة من الصلصة، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، ومعلقة كبيرة من الكاتشب، ونص معلقة من الصويا صوص. وكل دول سنة من بهارات المشاوي، وسنة من البابريكا، وسنة من السبع بهارات، وسنة من الفلفل الاسود، وشوية من الزيت، وعصرة ليمونة، وشوية كده حوالي معلقة كده من كريمة الحلويات دي، بتديها لون خطير. جربوها بجد والله العظيم بتبقى خطيرة. هي معلقة يعني مش حاجة يعني. لو ما عندكيش كريمة دي تقدري تنزلي بوش اللبن، عارفين اللي هو وش اللبن، بيبقى بيديكوا نفس النتيجة. دي اكياس بقى اللي هي اكياس حراري، بجيبها وبفتحها بقى وهنحط فيها البطة. نجيب بقى البطة وندهنها بالتتبيلة اللي احنا عملناها مع بعض. تتبيلة سهلة وسريعة، وتقدري برضو ما تحطيش البطة في الفرن. تعملي نفس اللي انا عملته ده كله من الاول، بس ما تحطهاش بقى في الفرن. ما تحطهاش قصدي على النار في الشوربة، لا،
تعمليها برضو بالمرتة اللي انا عملتها، وبعدين تعملها التتبيلة وتحطها في الكيس، بيطلع برضو طعمها في الاخر خطير. بس انا حبيت ان انا كنت عايزه اعمل شوربه بلسان عصفور، فحبيت ان انا اخد مرقه، وبرضو هعمل بها عايزه شويه شوربه برضو اعمل بها حاجات تانية، فقلت اعملها الاتنين مع بعض. الدنيا بقى كويس، وهنا ما لقيتش القفل بتاع الكيس، فعادي هتصرف هقفله. واهم حاجه ان انت تديله ايه فتحه صغيره خالص. وجبت بقى صينيه وفيها شويه ميه، وكده خلاص هندخلها الفرن على درجه حراره 200 في الاول، وبعد كده هديت عليها النار خالص وسبتها بقى براحتها. هنا خلاص الكنافه بقت دافيه، ننزل بقى عليها بالشربات الدافي، برضو الاتنين دافيين علشان يدوكوا نتيجه مظبوطه، يعني ما تبقاش ناشفه معاكوا قوي ولا طريه قوي. وبعد كده انا حبيت ان انا اقلبها كده اعملها زي المولتون، ف بفضل كده واضغطي بقى عليها كويس، اهم حاجه اضغطي كويس عشان ما تفكش منك. لو وصلت لحد هنا متنسيش تصلوا على النبي في الكومنتات. افضلي بقى اضغطي عليها كويس، وهنجيب بقى الصوص الشوكولاته اللي احنا جهزناه دلوقتي مع بعض. ممكن لو عندك شوكولاته اللي هي النوتيلا او بديل النوتيلا ممكن تنزلي بيها وتبقى طعمها احلى برضو. دي شوكولاته سما بالحليب، فانا اللي جهزتها يعني. ننزل بقى بطبقه الشوكولاته، وبعد ما بقى نزلت بالشوكولاته جبت شويه من الشوكولاته اللي هو الخام البودر، الكاكاو الخام البودر، ونزلت بيه علشان ايه يعمل لي طبق كده وكملت وكملتها كنافه، بس مش عارفه اللقطه دي راحت فين. تعالى لما نعمل بقى اللي هي زي التورته. جبت قالب اللي هو دي كانت مصفى عندي، وبعدين كانت باظت فشلت السلك اللي فيها وعملتها. الجيش قالك اتصرف، فانا اتصرفت. لان والله دخت على اللي هو القالب اللي انا اعمل فيه ده، ما لقيتوش، فانا اتصرفت. فجبته وفضلت بقى ايه اضغطي بقى عليها كويس جدا، لان المرحله دي هتعرفي تضغطي الطبقه التانية مش هتعرفي تضغطي عليها كويس. وبعدين ضربت شويه من الكريم شانتيه وانزلي بيه كأنك بتعملي بقى تورته بالظبط، افرديه بالمعلقه، وبعدين هنزل بكمان طبقه من الكنافه. انزلي بقى بطبقه الكنافه، ودي مش بصوا مش هنضغط عليها، دي احنا هنسويها بس، عشان ايه بنبقى مراعين ان في كنافه وكده، فاعمليها بالراحه. بصوا شايفين اصلا انا بضغط وبطبطب عليها بس بالراحه خالص، يعني اللي هو مش عايزه بقى الطبقات تدخل في بعضها وكده. وكده خلاص هشيلها بقى وادخلها في التلاجة، وهنكمل بقيتها بس وقت التقديم بحاجات بسيطة، ونحطها بقى في التلاجة وكده حاجة وخلصنا منها. ونكمل بقى ايه بقية الوصفات معانا. هنا حبيت اعمل سمبوسة بالجبن. جبت سمبوسة وجبت ميكس، عملت ميكس ما بين الجبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا. ودي برضو هعملها واشيلها في التلاجة مش هحمرها غير وخلاص، ما عادش على الاذان غير 3 4 دقايق عشان تفضل معاكي الجبنة سايحة ويفضل طعمها حلو. انا بصراحة كنت هعملها معاكم بطريقة تانية، بس الوقت اخدني وما كنتش قادرة، فقلت ان شاء الله الايام جاية كتير واعملها معاكم بالطريقة اللي انا كنت حابة ان انا اعملها معاكم النهاردة. يعني الايام جاية كتير ان شاء الله. بحط شوية كده في الطرف وبفضل اطبق عليها. على فكرة انت لو اتعودت عليها هتلاقي لفها سهل جدا. شايفين بفضل اطبق عليها كده، وفي الاخر جبت معلقة من الدقيق وعليها نص معلقة من المية، وافضلي قلبي فيها كويس واقفلي بيها عشان ايه ما تفكش منك. بس كده، كده خلاص. ممكن بقى هنا بحب اكتر فيها فبزود. ممكن تحشيها بقى بحشوات تانية كتير. ممكن تحشيها باللي هو العصاج بتاع الجلاش. ممكن تعمليها بفراخ، اي حاجة بقى بتفضليها ممكن تعمليها بيها.
هنا بقى هنعمل جلاش مع بعض. بصوا، خطير خطير خطير. انا عملته كأنك بتعملي حواوشي. جبت بصل وفلفل، واحدة من الجزر، وضربتهم في الكبة. وبعد كده ضرب كل دول مع بعض، ضربتهم في الكبة، واحدة من الطماطم. وبعد كده فضلت، عارفين حواوشي بالظبط، وفضلت بقى ايه، اعجن فيهم كده زي الكفتة، ورفعتهم على النار بس يستووا شوية. وبعد ما استووا جبت الجلاش. كتري بقى، هنا انا حبيت ان انا اكتر جلاش. الصينيه ما كانتش كبيره معايا قوي، فكترت جلاش. وكل بين كل طبقه كده بنزل بشويه من السمنه عشان بس تبقى معايا مرقه. وبعد كده ده العصاج اللي انا قلتلكوا عليه، نزلت بيه بقى كله. كانت كبيره كده وتخينه. انا حبيتها قوي يعني، حبيتها جدا جدا جدا. افضلي افردي بيها فيها بقى، وبعدين رجعي الطبقات. شوفي اخر واحده انت عاملاها انهي واحده، وانزلي باخر واحده واللي بعدها، وبينهم كده نقطتين كده بس من السمنه. ده ميكس، زي ما قلت لكم، ميكس. بعمل ميكس ما بين الزبده والسمنه والزيت، كده بيبقى اخف. وبرجع بقى بقيه الطبقات كلها مكانها تاني. وخلاص كده، خلاص رجعت كل الطبقات. ببقى شايله ورقه بقى للاخر، بقفل بيها الشكل في الاخر. في الاخر بقى بتحسي ان انت عامله فطيره. وشكلها في الاخر هتشوفوها دلوقتي، خطيرة خطيرة خطيرة. ولما عملتها بالبيض والحاجات عليها، علت اكتر، وكانت ايه، خطيرة. لازم تجربوها. رشة كده بس عشان يطلع لونها في الاخر حلو. وقطعتها زي الفطير بالظبط. بقسمها على 4، وبعدين بقطعها مثلثات صغيرة. اوعي تكون وصلت لحد هنا ولسه ما عملتليش لايك. تعالوا بقى نجيب بيضة، وعليها سنة من الفلفل الاسود، وافضلي اضربي فيها كويس. وبعد كده انزلي بشوية من الكريم دي مش كريمة لباني، دي كريمة خافق. بيبقى طعمها احلى وبتديلها لون خطير. بنزل بمعلقة واحدة بس، ونزلت بنص كوباية من الشوربة ونص كوباية من اللبن، وقلبي فيها كويس جدا. وانا هنا ما دخلتهاش الفرن، انا عايزاها تبقى زي الفطيرة. انزلي بقى بالتشربة اللي انت عملتيها دي، وفضلي حركي بقى في الصينية عشان تتشرب. يعني انا عايزاها تتشرب قبل ما تدخل الفرن، يعني ما تدخليهاش غير لما تتشرب خالص. افضلي هزي فيها بقى علشان يدخل بين الطبقات وتعلى معاكي وتبقى خطيرة. ودخلتها الفرن بقى، وجبت كوباية من الشعرية، نص كوباية من الزيت وعليها كوباية من الشعرية، وبفضل اقلب فيها لحد لما توصل للون الذهبي. بنزل بقى ب3 كوبايات من الرز، ومعلقة صغيرة من الملح. دي معلقة صغيرة مش كتير يعني، مش اللي هي المعلقة الكبيرة، لا، معلقة صغيرة من الملح. وافضلي قلبي فيه كويس جدا عشان يبقى مفلفل معاكي. وبعدين انزلي بالمية واغطيه، وكده خلاص. كده خلاص، بدأت ان انا اجهز الاكل واقدمه. فطلعتها، شايفين، طبقات متماسكة وخطيرة. تعالوا بقى نعمل اي شكل بقى عليها. بصوا بقى، اعمل اشكال عشوائي بقى. انا مش شاطرة بقى في الحاجات دي. اللي هو ايه، بحاول. آه، فضلت ان انا اعمل اي وردات كده بالكريمة وخلاص. واللي هناك دي هشيلها وهعمل مكانها تاني. هي كده كده شكلها حلو. اسكت، لا، انا هبهدلها انا بقى، واصبروا عليا. عملت روزيتات صغيرة كده، ومش هسكت برضه، هكمل روزيتات في الطرق. مش قلتلكم مش هسكت؟ وبعدين جبت بشرة كده شوكولاتة. وكده خلاص بقت جاهزة معايا بجد، والله العظيم طعمها خطير وخفيفة جدا. احلى من لما نعملها بالقشطة. والله بجد طعمها بيبقى خفيف قوي. وانا خلاص ما عادش وقت على الاكل. فجهزت السمبوسه. انا ما بنزلش بالزيت سخن علشان ايه، تلحق تستوي معايا والجبنه اللي جوه تسيح. هنا بقى نقلب العظمه اللي احنا عاملينها دي، ما ينفعش غير عظمه خطيره. لو عندك بقى عزومه تعملي الاتنين دول بجد يشرفوكي جدا. اكتبوا لي بقى الاكل ده ياخد كام من 10. اكتبوا لي برضو لو حابين اشارك معاكم كل يوم وانا بجهز الفطار. اكتبوا لي وانا ان شاء الله ابقى اجهزه معاكم. آم،
ونزلت بقى ايه بشويه كده من صوص الشوكولاته اللي احنا جهزنا برضو اللي اتبقى منه وعملته. انزلي بس كده بشويه كده ايه فوق الوش، ممكن ما كنتش تعمليه وتكتفي باللي احنا عملناه. وكده بقت خطيره الجلاش معايا. سبته اخد لون زياده، فانا هشيل اللون اللي انا عملته ده عادي يعني. لما بشيله بيبقى فيه طبقه تحت برضو جلد وخطيره، شايفين؟ علت معايا وبقت في الاخر خطيره. بجد الجلاش ده لو عملتيه هينبهروا بيه على السفرة. ولو نزلت عليه من فوق بشوية جبن هيبقى برضو طعمه حلو. بس ما رضيتش ان انا اعمل، لان انا عامله سمبوسه بالجبنه، فما رضيتش، حبيتش ان كفايه جبن كده. تعالوا بقى نفرش شويه من الخضره، عشان كده خلاص انا هطلع بقى البطه من الفرن. انا ما شغلتش عليها الشوايه، هي اخدت اللون كده وهي بتستوي في الكيس. طلع لونها خطير. عارفين اللي هي دايبة وفي نفس الوقت ماسكة نفسها؟ اهي البطاية دي كانت معايا كده. نقلتها بالكيس عشان لو شلتها مش هيبقى شكلها حلو، ممكن تتفكفك مني. فانا ايه شلتها كده بس بالراحة. وفي الاخر بجيب معلقة من السمنة وبدهن عليها عشان ايه تديها اللمعة بس. كلموني بقى عن قمرها ولونها وشكلها الخطير. خطيرة. وعملت بسلة وكده السمبوسة كانت خلصت معايا. شايفين؟ الجبنة بقى بتمط وطعمها كان خطير. وهنا بقى شوية رز بالشعرية خلصوا، وده البسلة. كده خلاص الأكل كان خلص معايا.